عملت معاكم بسكوت النسكافيه بطريقة بسيطة جدا، وعملت معاكم كمان طريقة البيتيفور بالزبدة بتاع العيد بطريقة جميلة جدا برضو. وكمان عملت بسكوت ال10 دقايق. كل ده هسيب لكم اللينكات بتاعتها في صندوق الوصف. النهاردة وصفتي ليكم هتكون مختلفة تماما. هعمل لكم بيتيفور بالزيت بس بطريقة مختلفة، مقرمش وهش نفس طعم بيتيفور الزبدة بالظبط. مش هتفرقيه ما بين الزبدة والزيت خالص، نفس الطعم جميل جدا. بصوا مقرمش وبسيط وهش، تحفة، حاجة كده جميلة جدا. عايزاكي تجربي الوصفة دي وتقولي لي رأيك فيها ايه في التعليقات، لان بجد هتفرق معاكي كتير جدا. ولو لسه اول مرة على قناتي ما تنسيش تشترك في القناة عشان يوصلك كل الوصفات الجديدة اول باول. احلى بسكوت واطعم بسكوت واطعم بيتي فور، حاجة في منتهى الجمال. هجيب بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، هجيب عليهم كوباية الا ربع سكر، باكو فانيليا، هضربهم كويس جدا بالمضرب الكهربائي. عايزة الخليط ده يبقى ناعم معايا ويبقى لونه كريمي. اهم حاجة هنزل الجناب وانا بضرب عشان مش عايزة سكر يكون باين معايا في البولة. وهبدأ اضرب تاني لغاية لما القوام كله يبقى كريمي كده وناعم ويبقى لونه فاتح، لونه كده ابيض، بمعنى اصح لونه ابيض. للناس اللي مش عارفة اللون الكريمي هو بيبقى لونه ابيض وبيبقى ناعم كده، الخليط بيبقى جميل. هنزل عليهم كوباية زيت، بس الزيت هنزله بالتدريج، هحط حبة واضرب وارجع احط حبة كمان واضرب. على 3 مرات بالظبط هكون مخلصة معايا كوباية الزيت في الضرب. طبعا كل ما بضرب كل ما القوام بيبقى لونه افتح وبيبقى تقيل معايا، بس بيديني نتيجة هايلة جدا للبسكوت او البيتيفور اللي معايا. هنزل عليهم ربع كوباية لبن بدرجة حرارة المطبخ. كل ده هتحطيه في المطبخ قبل ما تشتغلي بساعة. هضرب بقى كده زي ما انتوا شايفين، نتيجة اللبن ده بيدي طعم حلو قوي للبسكوتية او البيتشيفوراية حسب ما هتسموها. هنزل بقى عليها كوبايتين ونص دي، المقدار ده اخد معايا كوبايتين ونص دي. في ناس ممكن ياخد معاها 3 كوبايات او 4 كوبايات حسب نوع الدقيق اللي انت بتستخدميه. عليهم رشة ملح، معلقة بيكنج باودر. وهبدأ اقلب كده زي ما انتوا شايفين الخليط. وانا بقلب هكون كده نزلت كوبايتين ونخلتهم، هحتاج للنص التاني. طبعا زي ما قلت لكم المقدار ده اخد معايا كوبايتين ونص بالظبط. هوريك القوام بتاع البسكوتيه اللي انا عايزاه، لان انا هشتغل بالكيس الحلواني. طبعا دي البلبله اللي بتشتغلي بيها في طريقه البسكوت، اللي هي بتبقى المشرشره المفرغه كده زي ما انت شايفاها، اللي هي بتاعت بلح الشام. هبدأ كده بقى احط كده البسكوت في قلب صاج يكون مدهون نقطة زيت بسيطة جدا. لو عندك ورق زبدة هتستخدمي، بس في احيانا في اغلب الاوقات ما بيكونش متوفر ورق الزبدة فبنستخدم الصاجات على طول. هتدينيها نقطة زيت بسيطة عشان تطلعي البسكوتية بكل سهولة من الصاج. هي بجد الوصفة تحفة وهتعجبك، كمان طعمها حلو جدا. هتنفعك في المناسبات، هتنفعك في الاعياد جدا. تعمليها ليه في الاعياد هتنفع معاكي، لان انتوا عارفين الزبدة بقت غالية، فممكن نشتغل الوصفة دي بالزيت لان بتدي نفس الطعم ونفس النتيجة. هتشكليها بالتشكيل اللي انت عايزاه، صوابع او زي ما انا عاملاه كده رسمة آه وردة بتاعت الشجرة كده، الفرع اللي هو بتاع الشجر الصغنن، بيبقى يدي نفس الشكل الجميل ده. ودخله فرن على درجة حرارة 180 لمدة تلت ساعة بالظبط، وهيكون طالع معاكي باللون الجميل تحت وفوق. بيبقى تحفة، بيبقى بجد قرمشة طعم وهشاشة في البسكوتة، مش هتلاقيها في اي بسكوتة تانية انت بتعمليها. عايزاك تجربي الوصفة وقولي لي رأيك في التعليقات. لايك وشير كتير اوي الوصفة، ويلا باي.